الدقيقة 42 من عمر المرحلة الأولى. الركنية لفائدة بن شعيرة يوزع والكرة تتجه إلى ركنية للمناسبة الثانية على التوالي. مباراة مغاربية مشوقة ممتعة تعطي الفرجة والمتعة عبر العالم لمشاهدي الإعلامي عبد السلام عيدن وكذلك مشاهدي قنوات المؤسسة العمومية للتلفزيون. بن شعيرة يوزع وكذلك حارس مرمى النادي الصفاقسي التونسي أيمن دحمان للبث الأرضي بجودة عالية الاتش دي الفول 4K في مباراة دولية تنقل على القنوات العالمية. بن شعيرة العرضية من ركنية والرأسية بعد ذلك صارت الكرة عن طريق أيمن دحمان على الجهة الوسطية لفائدة النادي القسنطيني الجزائري عند الدقيقة 43. أكيد بأن المرحلة الأولى تلعب وكذلك تربح، والمرحلة الثانية هي الأخرى تلعب وتربح. إبراهيم ديب رقم 10 وكذلك لحظة المسك من طرف اللاعب كونتي رقم 6 في مخالفة متجددة للفريق النادي القسنطيني الجزائري السنافر السياسي عن طريق زكريا بوحلفاية، والكرة تذهب إلى البيانكونيري النادي الصفاقسي التونسي أيمن دحمان، والكرة صارت في المنتصف للفريق التونسي